في قيمة مهمة جدا في الحياة اسمها قيمة التراكم. مفيش حد قابلته غير ما في وقت من الأوقات هتحس إن المقابلة دي خدت منها جملة أو استفدت منها ومن التجربة شيء معين ممكن يفيدك قدام. مفيش كورس خدته حتى لو دلوقتي حسيت إنه ما كانش ليه لازمة وبالبلدي كده قلت ده أنا فلوسي راحت على الأرض، غير ما قدام شوية ممكن تشتغل شغل تاني خالص وتلاقي إن الكورس ده وظفته في حاجة مهمة جدا في شغلك الجديد. مفيش علاقة دخلتها وكانت الأشخاص اللي فيها مش أمينة معاك ومش مؤتمنة كده على اللي أنت قلته من حكايات وأسرار، غير ما بعد كتير جدا هتكتشف ان تراكم العلاقات دي كون جواك خبرات خلتك اوعى وانضج وعارف تدير العلاقات الجديده بشكل افضل. خلينا دايما متاكدين ان مفيش اي تجربه حياتيه بتعدي عليك مهما كنت شايف انك قعدت فيها كتير او ان انت مش حاسس باي فايده ولا عايده منها، انها قدام هتفيدك كويس جدا وهتقول لنفسك كل دي خبرات تم تراكمها كده عشان دلوقتي ابقى النسخه اللي انا عليها، ابقى الشخص اللي عارف يتكلم بالطريقه دي، ابقى الشخص اللي عنده دايره علاقات واسعه جدا طول الوقت كده اقدر اكلم فلان اللي عاوزه في الحاجه الفلانيه، لان ياما عديت على تجارب واشغال كتير جدا. مفيش اي منطق ان احنا نندم اطلاقا على اي تجربه احنا حاسين واحنا فيها او بعدها بشويه انها ملهاش لازمه، لانه كمان شويه هنتاكد ان ليها لازمه. واحب جدا اعرف رايكم في الكومنتات، ويا ريت جدا لو في حكايات كمان عن ناس زمان مرت بحاجات في حياتها كانت حاسه ان ملهاش لازمه يعني وانه عادي انا ما استفدتش حاجه، لكن بعد شويه اكتشفت ان الحاجه دي او المقابله دي او الشخص ده فادهم في حاجه قدام، بعد ما سافروا، بعد ما غيروا كارير الشغل، بعد ما ارتبطوا بحد تاني واكتشفوا ان هم كانوا في علاقه ضاره جدا ودلوقتي هم بيعيشوا ايام مختلفه تماما. فحب جدا اسمع حكاياتكم وارائكم في الكومنتات.